لسه جايه من عند الدكتور دلوقتي، عندي دور برد شديد انا وعيالي. فقال لي لازم تاكلي اكل مسلوق واكل صحي ومش عارف ايه عشان البرد ده يروح. وانا الصراحه ما بحبش الاكل المسلوق. رحت عملت شوربه خضار بقى بالطريقه اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي دي. بس عايزاكم تصلوا على النبي وتعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه لو ما كنتوش مشتركين. قطعت الخضار زي ما انتم شايفين كده، ورحت قطعت توم شرايح وشوحته في شويه زيت. انا ما بحبش الاكل المسلوق نهائي، ولا انا ولا عيالي. فقلت اعمل الطريقه دي بقى عشان ياكلوا معايا كده، وياكلوا لسان عصفور وشوربه خضار ان شاء الله، ويخفوا ان شاء الله. ربنا يكتب لهم الشفاء ويكتب لنا كمان. بس شوحت لسان عصفور تمام لغايه اما ياخد لون. وعلى جنب كده في حله تانية حطيت شويه زيت وقطعت توم شرايح. هشوحه بعد كده هنزل بيه بطماطم متقشره ومتقطعه. هتشها كده تعمل طشه كده، هي دي الطشه اللي بتدي الطعم في الشوربه تمام. يعني اللي هي ايه، بتدي طعم كده غير الاكل اللي هو بيبقى مسلوق زي اكل العيانين كده، فالطعم ده يعني انا جربتها الصراحه كانت جميله، فمش عارفه بقى، جربوها ممكن تعجبكم. بس فسبت التوم بقى عبال ما خدت لون عشان يبقى ليها طعم. ف وهنزل عليها دلوقتي بالطماطم. انا جايبه خضار ايه هقول لكم، جايبه كوسه وجايبه بطاطس وبسله وجايبه جزر تمام. مقطعاهم، جايبه من كل حاجه نص وربع كده. عايزه تجيبي كرفس جيبي، بس احنا مش بنحب الخضره بتبقى في الشوربه كده، إحنا مش بنحبها. فلو انت بتحبي الخضره او كده جيبي عادي كرفس وقطعيه عليهم في الاخر. ماشي. بس رحت انا نازله بالطماطم كده على على الثوم. بصوا اللي هي التش دي، هي دي اللي بتعمل الطعم تمام. معرفش بس انا بحسها كده يعني. وهسيبها بقى انا معليه النار عشان خاطر ما تنزلش ميه كتير. هنا بقى قعدت اقلب في لسان عصفور لغايه اما خد لون. بعد كده انا كنت عامله شوربه، هنزل عليه بالشوربه هزقيه طبعا. وهنا الطماطم بصوا دبلت خالص ازاي، سبتها مثلا قد 3 4 دقايق كده، لقيتها دبلت كده، دبلت خالص وخدت من طعم التوم قوي. هنا زقيت لسان العصفور، زقيته بميه. عايزه اسقيه بشوربه اسقيه، بس انا مش عايزاه يبقى تقيل يعني. بس هنا بقى بوريكم الطماطم اللي هي دبلت خالص خالص، يعني بقت اتفعصت خالص في الثوم. هنا بقى هنزل عليها بالخضار اللي انا مقطعاه وغسلاه تمام. هقلبهم بقى في بعض ان هم ياخدوا لون محمر كده من الطماطم والثوم. آم، بالنسبه بقى للخضار، انا مقطعاه ونقعته شويه في الميه، وبعد كده رحت صفيته عشان لو كان فيه تراب او حاجه تمام. اي خضار بقى انت عايزاه، عايزه تزودي حاجه عايزه تنقصي حاجه. مثلا عيلك مش بيحبوا الكوسه، في ناس ما بتحبش الكوسه في شوربه الخضار، وفي ناس برضه ما بتحبش الجزر. عايزه تبدليهم بخضار تاني براحتك، الخضار اللي انتوا تحبوه اعملوه. في ناس بتحط فاصوليا، ناس بتحط انا كنت اعرف ناس بتحط بتنجال، يعني بيقطعوا البتنجال صغير كده بيحطوه، معرفش ازاي بس هما بيحبوا كده. كل واحد على حسب ما بيحب، الحاجات دي كلها اختياريه. طيب انا حطيت عليهم بعد ما قلبتها في الثوم والطماطم، حطيت عليهم واحده مرقه وشويه ملح وشويه بابريكا وفلفل اسمر وكمون. كل حاجه بحطها اختياريه على حسب ما انتي بتحبي. بتحبي عايزه مثلا ملح بس مش عايزه مرقه مع الملح براحتك، عايزه تحطي فلفل اسود مش عايزه تحطي كمون براحتك، عايز تحطي كزبره، بصي اللي انتوا عايزينه حطوه. الاكل ده ذوق يعني على حسب ما عليك متعودين منك ايه تمام. وطبعا كل حاجه ان شاء الله يا رب يصلح ما بين ايديكم، كل حاجه طبعا من ايديكم حلوه. بس انا هنا بقى زقيت سبته يغلي اللي هو لسان عصفور. فبوريهولكوا بقى حطيت فيه مرقه، وحطيت فيه يعني انا بحط ملح قليل خالص يعني، وحطيت واحده مرقه عليه عشان عامله كميه كبيره. انا بحب اغرقه ميه كده ايه عشان يبقى فيه ميه كتير تمام. وهنا بقى سبت الخضار يتشوح شويه مع الطماطم والثوم. هيتشوح بس دقيقتين كده بالظبط، وبعد كده بقى ايه، هنزل عليه بالميه اهي. عايزه تحطي شوربه براحتك، عايزه تحطي ميه براحتك، الميه بتبقى اخف من الشوربه في الحاجات دي تمام. كده بقى سوري طبعا على صوتي، ان انا صوتي متدمر، انا بقول لكم لسه جايه من عند الدكتور وكده.
بس بقى رحت زقتها، ما زودتش فيها الميه. هي بتبقى كده، بتبقى حلوه يعني. براحتكم، عايزين تزودوا الميه زودوا. انا كده كده اصلا في الاخر يعني انا بغرقها ليمون. يعني انا بعد ما خلاص هطفي عليها، هقوم عصره ليمون عليها كتير يعني. هسيبها بقى عقبال ما تغلي. كده غلت اهي. ماشي. خدت حبه يعني حلوين عقبال ما غلت. بس ما بتاخدش وقت زي العادي لانها شوحتها مع الثوم. فخلي بالك من الحته دي عشان خاطر البطاطس ما تتهريش. تمام. كده بقى هغرفها. انا عصرت عليها ليمون بعد ما طفيت عليها. وهعصر تاني ليمون في الطبق بعد ما اقدمها. تمام. برضو حابين برضو الليمون عايزين تحطوا، بس ما تحطيش وهو بيستوي. تمام. يعني بعد ما تدفع على الحاجة حطي فيها ليمون عشان ما يمررش معاكي. وبرضو هعمل كده برضو في لسان عصفور، برضو هعصر عليه ليمون عشان بس نغير من الطعم. وبعدين الليمون فيه فيتامين سي، فمع البرد وكده هيظبط الدنيا يعني. بس اهي الليمونه اللي انا قلت لكم عليها هعصرها على الوش. وانتي يعني اعملي لعيالك. انا الصراحه انا عيالي مش بيحبوا المسلوق نهائي، يعني مش بيحبوا الاكل ده، بس انا بحاول اغير في الطعم علشان خاطر يحبوا ياكلوا الحاجات دي عشان ان شاء الله يعني يخفوا. فحبيت اشارككم بقى، طبعا العيال بيغلبوا الواحد، حبيت اشارككم. جربوا مش هتخسروا حاجه. عايزاكم لو استفدتوا من الفيديو تشيروه لاصحابكم، وتعملوا لايك، وتشتركوا في القناه لو ما كنتوش مشتركين. عايزه اشكركم كلكم، انا بقرا كل تعليقاتكم. بجد يعني انتوا مش عارفه اقول لكم بترفعوا من روحي المعنويه. فحابه اشكركم على الدعم ده بجد. وميرسي قوي. باي.